السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة المحاضرة دي من أهم المحاضرات، والموضوع ده من أهم المواضيع اللي ينبغي على كل مسلم، مش كل واحد مننا، كل مسلم إن هو ينتبه ليها ويتعلمها ويركز فيها وتؤثر فيه ويرى لها أثرا عظيما في حياته. وكنا بدأنا وما زلنا مستمرين في منهج التربية في المدرسة التربوية، في منهج مختصر منهاج القاصدين، وبدأنا بالعلم، وبعد العلم اللي هو كتاب العلم، وبعد كتاب العلم دخلنا في الطهارة، وبعد الطهارة دخلنا في أمر الصلاة. والمحاضرتين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن الصلاة، اتكلمنا عن أهمية الصلاة والخشوع في الصلاة، وكنا نبهنا في المحاضرة اللي فاتت على مسألة حياة الصلاة، وإن الصلاة إما أن تكون حية إما أن تكون جثة هامدة. ويمكن النهاردة اللي هنشتغل عليه وهنتكلم فيه وهنبينه هي مسألة إن إزاي صلاتي تبقى حية، تبقاش ميتة. وكنا تكلمنا، ودي آخر كلمة بدأنا بيها، انتهينا بيها، مسألة المعاني. قلنا إيه؟ والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. ده كان كلام الإمام رحمه الله الذي انتهينا إليه في المحاضرة السابقة، وهنبدأ به. بس قبل ما نبدأ تعالوا في الكلمة دي قال والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. هو لم يحصر المعاني لأنها كثيرة، ولكن سيدل على أعظم هذه المعاني أو ما اختار من هذه المعاني. وهنا نقطة مهمة جدا، أن الصلاة حياتها في المعاني، حياة الصلاة بالمعاني، مش مجرد الصورة ولكن الحقيقة. فلما نيجي نتكلم إن أنا عندي مثلا لفظ أو فعل، الصلاة أقوال وأفعال، فعندي لفظ أو فعل، هذا هو الظاهر. اللفظ والفعل دول لهم معنى، يعني اللفظ له معنى والفعل له معنى. اللفظ والفعل أنت ممكن تعمله بس بغير معنى أو على غير المعنى المراد، فيبقى أنت عملت إيه؟ صليت، بس الصلاة لا حياة فيها. طيب عايز تصلي الصلاة حية، يبقى هتعمل إيه؟ لازم يكون المعنى واحد في الفعل وفي القول، 2 موجود، لازم يكون موجود. طيب بقى دلوقتي المعنى موجود في الفعل وفي القول، إيه اللي هيحصل؟ إن أنت تصلي على هذا الحال، ده اسمه حال. يعني حين تعايش هذه المعاني في الصلاة فأنت في حال الخشوع. عشان دايما يقولوا إيه؟ وله حال مع الله، أو كان بيني وبين الله عز وجل في هذه الفترة حال. الحال فترة، الحال فترة، لك حال اليوم، ممكن بكرة يبقى حال تاني، لك حال مدة معينة ممكن بعد كده تتحول. قد تكون بالمناسبة، يعني كثير من أهل العلم يقول أن الحال يكون هبة من الله عز وجل، نعم، غير المقام، ولكن أيا كان بيبقى في حال، في علاقة. أقدر تقول شيل كلمة حال دي، يقول في علاقة، والعلاقة دي بدأت إن هي تكون مؤثرة، وإن في حضور للقلب وفي حلاوة في الإيمان، بقى في حاجة. بس ثابتة ولا مش ثابتة؟ مش ثابتة. لما تثبت أنت في مقام الخشوع، لما تثبت أنت في مقام الانقياد، أنت في مقام الوصال، بس خلاص، ده بقى خلاص بقى دي شكل العلاقة. فعشان أوصل للأحوال والمقامات والارتفاع بالتزكية في هذا السلم الطويل الراقي، لازم أحقق المعاني. من غيرها أنا مش موجود، مش من غيرها أنا مش موجود. فهو بيقول لك والمعاني التي تتم بها الحياة الصلاة كثيرة.
فيا انت عارف يا انت مش عارف. لو عارف خلاص، يعني لو عالم بقى تمام، اللهم لك الحمد. فلن يستوي هذا وذاك. يعني الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي؟ لا، مستحيل يستوي. فده يعلم وده لا يعلم. وهنا نقطة مهمة جدا برضو، عايزين نفرق ما بين العالم والعارف، وده بمصطلح العام عامة، يعني مصطلحنا احنا، مش بمصطلح يعني اهل التزكية واهل لا، انا بتكلم يقول لك ايه، انا عالم، يعني بمصطلح العوام. انا اتكلم بمصطلح العوام الان، يقول لك ايه، انا عالم بالقضية الفلانية، خلاص يبقى انا ايه، ملم بيها وعارفها كويس، تمام، عالم. انما تعرف محمود؟ اعرفه، اعرفه. فعايز افرق بس بين حاجتين، ان في واحد عارف يعني ايه خشوع، وعارف يعني ايه مقامات، وعارف يعني ايه اخبات، وعارف ايه هي المعاني، وعارف يعني عارف يعني تعرف يعني ايه عارف يعني. وفي واحد عالم. العلم يقتضي العمل، العلم النافع يقتضي العمل. ففي فرق كبير جدا بين واحد عارف وخلاص، معلومة مجرد معلومة، واحد يعلم هذه الأمور ويعمل بها. طيب، ثم ذكر المعاني، وذكر 3 معاني. خلينا في المعنى الأول. يقول المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا. هو ذكر الموضوع ده قبل كده، فبيقول يعني حضور القلب كما ذكرنا. وقبل ما نكمل، ففي الصلاة إما أن تكون حاضر، إما أن تكون غائب. إما أن تكون حاضر، إما أن تكون غائب. في غياب حقيقي اللي هو أنت ما صليتش، وفي غياب حكمي اللي هو أنت واقف بتصلي ولكن أنت فين؟ مش موجود. فأنت يجب عليك في الصلاة أن تكون حاضر في مكان الصلاة، حاضر في حوار الصلاة، حاضر في معاني الصلاة، حاضر في زمان الصلاة، حاضر. أنت الآن حاضر، أنت دلوقتي موجود. عارف الناس اللي بتبقى تكلمه كده وهو قاعد سرحان بيحب على نفسه عيني وبتاع، فتقوم مكلمه كده يقول ايه انت بتكلمني؟ تمام، عارف انت اللقطه دي؟ عارفين اللقطه دي؟ فهي دي اللقطه اللي للاسف كتير مننا بيكون هو الله اكبر، السلام عليكم ورحمه، هو في النص كان غايب بجد، ما يعرفش ايه اللي حصل خالص. واحيانا يقوم قايل لك اقسم بالله ده انا الصلاه بدات وانتهت وانا مش حاسس بنفسي. ما انا عارف، ما دي مصيبه سودة، ما دي مصيبه سودة. لماذا؟ لانك غير حاضر. فيجب ان تكون حاضر القلب، حاضر في المكان اللي انت بتصلي فيه، حاضر في الزمان، حاضر في الحوار، حاضر في هذا الامر. يقول المعنى الاول حضور القلب كما ذكرنا. ومعناه، قال لك ايه بقى معناه؟ يقول ومعناه ان يفرغ او يفرغ على حسب النسخ، في اختلاف النسخ، ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. انت بتعمل ايه؟ بتصلي. يعني ايه بقى ان انت تكون حاضر في الصلاه؟ ان قلبك يفرغ، يعني يتشال منه، يتفرغ، يتشال، نمشي، نكنس منه، تشيل، نطلع بره. يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. هو ملابس للصلاه، يبقى اي حاجه غير الصلاه بره. اطلعي بره لو سمحتي، مش وقته. طب عندي هم، لو سمحت اطلع بره. طب عندي غم، لو سمحت اطلع بره. طب عندي مشكله، لو سمحت اطلع بره. طب عندي خير نفسي اعمله، لو سمحت اطلع بره. طب عندي معرفش، اطلع بره، مش وقته. انا دلوقتي داخل فين؟ الصلاه. ده المعنى الاول، ان انت لازم تحضر الصلاه. ازاي؟ انك تخرج كل الناس بره، كل المواضيع بره، كل الهموم بره، كل الغموم بره. لذلك مفتاح الصلاه، عايز تدخل كده على الصلاه، مفتاح تفتح ايه هي؟ الله اكبر. ده المفتاح، تدخل الصلاه بكلمه الله اكبر. كلمه ومعنى، تاني كلمه ومعنى. فالله اكبر، وكل ما سوى الله صغير هيخرج بره. ليه؟ في لقاء دلوقتي مع الكبير، الموضوع كبير، لقاء كبير، له اهميه، ما ينفعش بقى ادخل سفاسف في الامور. فده امر مهم جدا جدا. اترك كل شيء صغير خارج الصلاه، وادخل الصلاه بمفتاح الصلاه الله اكبر، اكبر من كل شيء.
فيقول ومعناه أن يفرغ أو أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. أنت ملابس الآن للصلاة، كل حاجة تانية خلاص مش موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. تستقر العين والقلب والبدن، يستقر في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ذهب يصلي، صلى على طول، حاجة شغلاه يروح يصلي، يروح يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. فكل شيء يتضاءل. بالمناسبة أحيانا الإنسان يمر عليه بعض الأحداث يشعر أنه صغير جدا ومش عارف يتصرف. كتير الواحد يمر بيه، هو أنا مفترض أتصرف دلوقتي؟ يعني أنا اتحطيت في الموقف ده، أنا في السن ده دلوقتي، بالذات لما يكبر بيك بقى السن وتلاقي مرة واحدة كده في قرار مصيري أنت اللي لازم تاخده. فأنت يعني تقوم عامل كده أسد قدام الناس كلها، وتقوم قافل الباب وداخل جوه وتقوم قايل يا جماعة أنا أبسط من كده. يعني أنا لو حطيتولي شوية عيش مكسر فأنا ممكن آكل زي، يعني أنا أنتم تعرفوش أنا يعني أنا على الله حكايتي، أنا على مفيش، مش موجود. فدلوقتي تاخد قرار المصيري ده، وسلام بقى لو كان عندك زوجة وأولاد والقرار مصيري في الأسرة، فتلاقي نفسك هو أنا ده أنا لسه كنت امبارح في حصة الفرنش والمدرس عمل يعني هي الدنيا جريت ليه عشان خاطر أنا حط في الموقف ده. أنت بتكبر وبتشيل هموم. وبالمناسبة بعض الناس بتتحط في مواقف زي دي وهي صغيرة، تمام، فيلاقي كبر، يلاقي نفسه كبر مرة واحدة ومحطوط في هم وأمر يعني شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ يفزع للصلاة. عارفين ليه؟ الإنسان وهو شايل هذا الهم يشعر بالقلق الشديد ولا يشعر بالتعب، يريد أن يستريح. عارف لما تفضل شايل حاجة تقيلة، تمام، عارفين لما حد شايل قبل كده حاجات تقيلة كتير ولحد ما الكياس علمت في ايديك وبقيت مش قادر، بتعمل ايه؟ تقوم سايبها شويه شويه، ما انا هرجع اشيل تاني، ما انا لازم اخد الحاجه، تمام، فتسيبها شويه وبعدين تقوم شايلها تاني ورايح. نفس الكلام ان اللي بيصلي هو رايح يعمل كده المفترض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع للصلاه على طول، يروح يصلي. مشكلتنا احنا بقى ان احنا ما بنصليش كده، نروح ندخل الصلاه بايه؟ بهمومنا، ونفضل نفكر، فتدخل الصلاه تخرج اكثر توترا. ليه؟ لانك ما سبتش. فلازم تسيب كل حاجه. يقول يفرغ القلب، يفرغ القلب، ومعناه ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. ثم يقول وسبب ذلك الهمه، ان يكون عنده همه وهم واراده وطلب حقيقي لهذا الامر. انا عايز اشيل هم الصلاه. يعني عمرك شفت واحد، بصوا يا جماعه هقول لكم حاجه، واحد ابنه عيان عيا شديد، عيان عيا شديد، فرايح واخد بعضه ورايح بابنه عشان خاطر يعمل تحاليل وهو رايح بقى عمال يطيب خاطر ابنه، بيحاول يلعبه لان هو صغير فبيهون عليه الدنيا وبتاع. هو بيلعبه وبيهزر، بس جوه قلبه ايه؟ هل يستطيع ان ينفك عن المشكله اللي هو عايشها؟ مستحيل. همه ابنه، همه ابنه، وابنه دلوقتي تعبان، فرغم انه مطلوب منه دلوقتي انه هو يظهر خلاف ما يبطن، ان هو يدلعه ويهزر معاه عشان خاطر مثلا التحليل ياخدوا منه العينه بسهوله وبتاع، الا ان هو من جواه بيتقطع، لا يستطيع. لماذا؟ لان همه ابنه. يجب ان تصل الى هذه المرحله مع الصلاه، ان همك يكون الصلاه، لازم. ساعتها لما اقول الله اكبر الامر طبيعي جوايا، الصلاه لها قيمه، فانا قلت الله اكبر ودخلت، كل حاجه هتتساقط لوحدها، مش محتاج تعمل كلفه. طبعا لا شك ان الكلفه هتبقى وقت العلاج، ولكن لما تعافى هذا الامر سيصبح اسهل ما يكون، بل مش هيصبح اسهل ما يكون، سيحدث دون طلب منك لوحده كده. الله اكبر تتساقط الاشياء. بالمناسبه في حد ممكن يقول لك هو ده بيحصل؟ كلمه هو ده بيحصل جايه معانا،
عشان بس انا عارف ان الدماغ ممكن تقول ايه، ما الكلام ده اللي هو الكلام الراقي بتاع جايه معانا بتاع، هو ده بيحصل؟ ده سؤال، وسؤال منطقي ومهم، فالشيخ ذكره. فبيقول لك ايه؟ ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له، وسبب ذلك الهمة، إنه عنده هم لهذا وإرادة صادقة لهذا. قال فإنه متى أهمك أمر، لو الموضوع أهمك بجد وانشغلت به حقيقة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، من غير حاجة، على طول. فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. ما فيش بقى علاج، ما تفكرش إن هيوصلك لهذا الأمر إلا أن أنت تصرف همتك وهمك لهذا الأمر. ما فيش حاجة تانية. اجعل همك وهمتك إصلاح الصلاة وإقامة الصلاة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. فأنت تبقى شايل هذا الأمر ومتحمله. وبالمناسبة ده أحيانا إلى أن تصل إليه بيكون جهد زائد، يعني مش بس أنت بتصلي، ده أنت بتنظف، ده أنت بتعالج وقت الصلاة. فتركز في دي، وتركز أنت واقف تعمل إيه؟ يعني عايز أقول لكم إيه، وأنت واقف في الصلاة وأنا واقف في الصلاة كده وبسمع الإمام بيقرأ، لو وقفني واحد وقال لي إيه الآية اللي هو بيقراها وبتقول إيه ومعناها إيه الأخبار، غير ان انا هتخض، انا عارف انا هتخض، بس لو حصل هبقى فاكر. لو ما اتخضيتش يعني هبقى فاكر انا واقف ازاي اصلا. عارف الحضور، انت حاضر بقى ازاي؟ ما في واحد حاضر بس كانه مش حاضر سرحان، او حاضر في المراجيح، تمام، او حاضر ومش مركز، مش موجود معانا. الله عز وجل يقول واذا قرئ القران يعني فاستمعوا له وانصتوا. فانت لازم تستمع وتنصت، مركز مع ده، وانت في حته تانية. تركز في كل حاجه، تركز ان انت لا تعبث، تركز ان انت ما تتمرجحش، تركز ان انت سامع، تركز ان انت ما بتسرحش، مركز، حاضر في الصلاه، حاضر في هذه الامور. تركز ان كل جوارحك على الهيئه التي امر الله عز وجل. يا جماعه في الصلاه انت واقف، تخيلتوا موقع، احنا قلنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت، معلش في التكرار يعلم الشطار، تمام. عارفين الامراء والخلفاء والرؤساء بالذات احنا قلنا الكلام ده حتى في التمثيليات التاريخيه وبتاع، تلاقي في الوزراء احيانا كمان، تمام، واقفين كده زي ايه، واقفين كده اهو وباصين في الارض مستنيين الايه، الامير او الملك او الخليفه او ايا كان يقول افعل كذا وافعل كذا ونادي حد يعمل كذا. هو واقف كده، تمام. دي وقفتك، انت واقف وقفه الخادم، حاطط ايدك باصص في الارض، تستمع او تقول قول الملك، يا يأمرك بأمر، يا ينهاك عن نهي، يا سيقص عليك قصة لك فيها موعظة، يا سيرشدك إلى أمر أخلاقي، يا في توجيه، في شيء. فأنت واقف وقفة الخادم المستمع لكلام الملك السيد، دي وقفتك. أنت حاضر، سامع، مركز، الأوامر بتستقبل ولا في حتة تانية؟ ومن أهم الأمور بالمناسبة في هذا الأمر مسألة مشاهدة المشاهد. أنت في الآن إيه؟ واقف، وقفة الخادم، صح؟ شوية وهتبقى إيه؟ راكع، شوية وهتبقى ساجد. عايزك تتخيل نفسك، تخيل نفسك وانت، خلي بالك انت بتسجد لمن؟ ده بجد، بس دي واحد عشان انا برجع خطوات ورا تاني، بس تسجد لمن؟ لله. انت بتسجد لله، في الله يا جماعه، الله هو الاول والاخر. الله ده الله مش فكره انت بتفكر فيها. الله اله حقيقي واجد جل في علاه، خالق مطلع علينا، خلقنا وأمرنا أن نعبده، ثم سيحاسبنا في النهاية وهو محيط بنا ويرانا الآن. مش مجرد كلام، في الله.
نفس قائمة بذاتها جل في علاه. الآن الله أنت بتعبده، أنت بقى واخد بالك أن أنت في حد أنت بتسجد له وبتركع له وواقف خادم قدامه، وما تنفعش ان انت تدخل عليه من غير ما تتوضى الوضوء الفلاني وتلبس اللبس الفلاني وتقف في الجهة الفلانية. ده كله لازم يبقى مستحضر. فلما تقف وتشاهد هذه المشاهد وتستشعر آثار هذه المشاهد، لا ده وضع تاني. ده اسمه حضور القلب. ده اسمه حضور القلب. تطلب الوصال في هذه المشاهد، تطلب الأجر في هذه المشاهد، تطلب طلباتك والدعاء في هذه المشاهد. هتعمل ده ازاي وانت مستشعر بايه، واقف قدام مين؟ ده حضور القلب في هذه المشاهد، تبقى عارف، تبقى فاهم. ثم قال وانصراف الهمة. انصراف الهمة بقى الحاجات تانية، وتقعد تفكر وتسرح وتعمل كده. ربنا يهدينا ويتوب علينا، والله يا رب يهدينا ويتوب علينا، يا رب يهدينا كلنا، السامع والمتكلم، ويهدينا ويتوب علينا ويصرف عنا السوء ويعلمنا وينفعنا باللي بنتعلمه يا رب يا رب. فيقول لك وانصراف الهمة يقوى. انا اصلا انا بكلم نفسي واياكم، يعني احنا يعني ده الكلام لينا كلنا. فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا وان يرزقنا العمل بما تعلمنا، اللهم امين. قال وانصراف الهمة يقوى ويضعف بايه بقى؟ قال لك بحسب قوة الايمان بالاخرة واحتقار الدنيا. كل ما ميزان الاخرة هو اللي يطب اكتر والدنيا تخف في قلب الإنسان، كل ما الإنسان يستطيع أن يحضر قلبه في معاني الصلاة. طب كل ما الدنيا هي اللي تطب أكتر والآخرة تخف في ميزان القلب، كل ما الإنسان يبعد عن معاني الصلاة ويتمسك إن تمسك بالظاهر، لغاية ما ممكن يبعد عن الظاهر وما يصليش. ليه؟ لأن إيمانه بالآخرة ضعيف جدا. ما بقولش مش مصدق الآخرة، هو مصدق، بس إيمانه بالآخرة ضعيف جدا لدرجة إنه هو سمع حي على الصلاة وما راحش ولا صلاها في البيت ولا فرق معاه، ولما ضاعت ما زعلش ولا فكر في الموضوع وعاش ومات كده. ده إيه ده؟ ضعف إيمان شديد بإيه؟ بالآخرة. هو لو يعلم إن هو غدا يقف بين يدي الله والله عز وجل سيحاسبه على هذه الصلاة اللي ما صلىهاش أو اللي سرح فيها عمدا، والحساب جنة ونار هناك، والله ما هيسيب حاجة. فالإنسان لما يبقى مركز مع الآخرة وميزان الآخرة طابب تقيل في قلبه، الوضع يختلف. قال وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. يبقى أنت واجب عليك، عشان احنا بنقول بعد كل مرة إيه الواجب واجب عليك. اكتبوا بقى المحاضرة دي كلها واجب، المحاضرة دي واللي بعدها كلها واجب. واجب عليك ان انت تاخد بأسباب ان انت رقم 1 تتعلم ما هو الإيمان، 2 كيف يقوى الإيمان تتعلم، ثم تأخذ بأسباب قوة الإيمان وتجعل هذا منهج في حياتك. كل شوية تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. مين أنت؟ ليه؟ إيه بقى الإيمان ده؟ وإزاي يزيد؟ وإزاي ينقص؟ وهتعمل إيه عشان يزيد؟ ده واجب، ده واجبك تجاه نفسك، ده واجبك تجاه نفسك. فاجتهد في تقوية الإيمان. ومن الأمور بالمناسبة يعني التي تقوي الإيمان، يعني بس من باب الشيء بالشيء يذكر، الدعاء لا شك أنه مما يزيد الإيمان، العلم وأخص العلم بالله عز وجل وبشرع الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذا العلم والسماح لهذا العلم أن يؤثر في الإنسان ظاهرا وباطنا. كثرة الذكر تزيد الإيمان، سماع القرآن وقراءة القرآن تزيد الإيمان، صحبة الصالحين تزيد الإيمان، التوبة تزيد الإيمان، سماع المواعظ والتذكير من أعظم الأمور التي تزيد هذا الإيمان. العبادة في الخلوات بتزود الإيمان، الصدقة بتزود الإيمان زيادة شديدة، صدقة برهان. كثرة ذكر الآخرة، كثرة ذكر الآخرة بين قوسين كده عايز أقول والغيبيات.
بين قوسين الغيبيات. الناس بقت ناسية الغيبيات، يعني عايشين مع الحاجات المتشافة، حتى المتدينين منهم إلا من رحم الله. يعني جنة يا جماعة والنار وعلامات يوم القيامة ويأجوج ومأجوج و... و... والمسيح الدجال وأحداث يوم القيامة والصراط المستقيم والقنطرة والملائكة وأفعال الملائكة. الغيب ده أنا محتاج يعني محتاج جرعات كتير منه تغذي قلبي، عشان احنا اتغذينا دنيا كتير قوي. يعني احنا جالنا تخمة دنيوية، تخمة. انا جالي يعني خلاص مش قادرين نتنفس بقى، مش قادرين نتنفس إيمانيا. خلاص بقت الحياة كلها حتى لما تيجي في وقت التدين اعمل زود حط قراءة قرآن على صلاة قيام ليل على شوية معرفش ايه هنطلع إيمان. لا، في حاجات في القلب باطنة محتاجة تزيد. فانت محتاج ان انت تتعرض كثيرا لأمور الآخرة وتسمع عن الغيبيات والآخرة كثيرا. من الأمور كمان الأجور في الأعمال الصالحة، انت محتاج تسمعها كتير جدا. ومن أيضا أهم الأسباب اللي تزيد الإيمان أو تسمح بزيادة الإيمان عدم الانغماس في الدنيا والترف. ابتعد عن هذا الأمر. ما بقولكش ما تعيش، عيش وانبسط واعمل اللي انت عايزه، تفسح، كلنا بنتفسح، بس في فرق بين الانغماس، في فرق بين التوازن. تكون متوازن على الأقل، يعني أقل حاجة إن لم تترجح كثير من، يعني إن لم تلقي بكثير من الدنيا، فعلى الأقل كن متوازن. تستطيع حينها ان انت تستمر في زيادة الإيمان مما سيجعلك في النهاية تحيا في الصلاة. ولو صلاتك بقت حية، لا أنت في مكان آخر وبمقاييس أخرى وبشكل آخر وفي وضع مختلف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يصلي صلاة بروح حية تتحرك وتؤثر. توقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة، نستكمل في المحاضرة القادمة سائر المعاني. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.